مساء الخير، يا رب تكون بخير. اكتر سلسلة انتوا بتحبوها اعمل لكم حلقة كده وتكون طويلة شوية، فشيك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك ويلا بينا عشان نبدأ. في موسم 2016 الأهلي كان معاه أحسن 4 لعيبة بيعملوا استشوار في الدوري المصري كله، أحمد الشيخ وعمرو جمال وصالح جمعة ومحمد حمدي زكي، اللي كل واحد فيهم له حكاية أغرب من التاني. ايوه يا عمرو يا حلاق، ايه يا عم؟ انا عايز اقص الجنبين وارفع استشوار عشان شعري هايش. هنبدأ بالغزال عمرو جمال اللي كان من ناشئي الأهلي وتصعد في موسم 2012-2013 وما لعبش غير ماتشين بس وجاب جول واحد، يعني ومشاركته ما عدتش التلت ساعة، يعني بالظبط هما تلت ساعة يا كومبارس. لكن بدايته الحقيقية كانت في موسم 2013-2014 أيام ما الدوري كان متقسم مجموعتين وكانت في منافسة قوية بين الأهلي وسموحة. عمرو جمال في الموسم ده لعب 37 ماتش في مختلف البطولات، سجل 14 جول وعمل أسيستين، ودي أرقام كبيرة على فكرة يعني بالنسبة للدوري المصري، وكان عامل أساسي في فوز الأهلي بالدوري. الموسم اللي بعده عمرو جمال لعب 20 ماتش، جاب 5 تجوال وعمل أسيستين، ولكن الارقام دي بسبب ان عمرو جمال في يوم 28 اكتوبر اصيب بالرباط الصليبي، وطبعا كلنا عارفين اللي بيخش الرباط الصليبي ما بيرجعش زي ما كان، لكنه بيرجع تاني الموسم اللي بعده وبيلعب 32 ماتش لكنه بيجيب 5 تجوال بس وعمل اسيستين، والموسم اللي بعده لعب 24 ماتش جاب 7 تجوال وعمل 4 اسيستات، ودي ارقام احسن من الموسم اللي قبله شويه يعني. لكن في الموسم ده عمرو جمال كان سجل هدف التعادل في ماتش نهائي كاس مصر ضد المصري، والمصري ساعتها كان كسب 1-0، وجول عمرو جمال ده كان السبب في ان الاهلي يعمل ريمونتادا ويكسب كاس مصر ضد المصري. وفي يوم 16/8 بتحصل ان التراس الاهلي بيعتدي على عمرو جمال اثناء التدريبات وبيعوره بمطوه وبيصيبه بجرح قطعي، وده اللي خلى عمرو جمال الموسم اللي بعده يسيب الاهلي وينتقل لنادي بيدفست الجنوب افريقي، يا رب اكون نطقت اسمه صح. بس لعب معاهم 34 ماتش جاب 6 جوال وعمل اسيستين، ويرجع تاني للاهلي بيتم عرضه لنادي طلائع الجيش وبيلعب معاهم 32 ماتش وبيجيب 3 جوال ويعمل اسيست، والموسم اللي بعده 33 ماتش جاب 11 جول وعمل 5 اسيستات، وده كان رقم كبير شويه يعني نوعا ما. والموسم اللي بعده بينتقل انتقال مجاني لنادي فاركو اللي كان لسه صاعد من دوري الدرجه الثانيه، لعب معاهم 12 ماتش جاب جونين ولكن اتصاب تاني بالرباط الصليبي، ويرجع الموسم اللي بعده يلعب 25 ماتش يجيب 4 تجوال وعمل اسيست واحد، وفي اخر موسم مع فاركو لعب 33 ماتش جاب 3 تجوال، والموسم اللي بعده ينتقل لحرس الحدود اللي لعب معاهم 13 ماتش جاب جونين، ولحد دلوقتي هو في حرس الحدود. وعمرو جمال في خلال مسيرته منذ بدايته لحد النهارده لعب 293 ماتش جاب 65 جول وعمل 19 اسيست، وبصراحه انا شايف ان هي ارقام كويسه يعني مش سيئه بالنسبه لمهاجم في الدوري المصري يعني، ومقارنه طبعا باصاباته الكتير والحاجات اللي عطلته، فلا يعني دي ارقام كويسه. نخش على صالح جمعه اللي بدايته كانت في ام بي في موسم 2011 وهو عنده 18 سنه، وكان مقدم مستوى كويس سواء مع ام بي او مع منتخب الشباب لان هو كان ساعتها عنده 18 سنه بس، لحد ما بينتقل لفريق ناشونال ولعب معاهم 46 ماتش جاب معاهم جونين وعمل 7 اسيستات، لحد ما بيتم اعلان انه ينتقل للاهلي في موسم 2015-2016. صالح جمعه مع الاهلي في اول موسم لعب 23 ماتش جاب جونين وعمل 7 اسيستات، الموسم اللي بعده لعب 27 ماتش جاب 8 تجوال وعمل 3 اسيستات، والباقي يعلمه الجميع طبعا يعني انت فاهم بخلاف مشاكله الشخصيه لان انا ما بحبش اتكلم في اعراض او في حاجات شخصيه قوي. فالموسم اللي بعده بيتم عرضه النادي الفيصلي السعودي، والموسم ده لعب 16 ماتش عمل فيهم 5 اسيستات ورجع تاني للاهلي، لكن كان مستواه ضاع خالص لحد ما الاهلي حب يخلص منه وباعه للسيراميكا كليوباترا. وفي موسم 2020-2021 لعب مع سيراميكا 19 ماتش جاب جول وعمل 4 اسيستات، لكن صالح هو صالح لحد ما في موسم 2022-2023 بينتقل للإسماعيلي، لكن صالح جمعة كان ساعتها كان بكرش، والله زي ما بهزر صالح جمعة ساعتها كان بيلعب بكرش، لكن بصراحة بالرغم من كل ده كانت لمسته حلوة بصراحة، يعني أنا كنت بحب تشوف الكرة تيجي في رجله وتشوف هيلعبها ازاي، الباص اللي بيوديك على الجول من لمسة واحدة، رؤيته للملعب يعني مهارته رغم وزنه الزايد وكرشه. وصالح لعب مع الإسماعيلي 13 ماتش عمل 3 اسيستات وبعدها ينتقل لنادي كرخ العراقي،
وده الانتقال اللي تقريبا كده نهى مسيرته للأبد. ومش بسبب الفريق، لا، صالح جمعة هو اللي انهى بنفسه، راح اتخانق مع الحكم وتف عليه. يعني مش فاهم يعني هو كان بيفكر في ايه ساعتها صالح جمعة. وبيتم وقفه عن اللعب في العراق. ولحد دلوقتي صالح جمعة بدون نادي. صالح لعب 206 ماتش، جاب 16 جول وعمل 34 اسيست. صالح من اللعيبه اللي انت ما تعرفش تصعب عليك ولا تكرهها، لكن بالنسبه لي انا شايفه هو اللي اختار كل شيء بايده. يعني هو اللي مقرر مصيره، محدش ضربه على ايده ولا حد غصبه ولا حاجه. هو ذات نفسه قال انا اتعامل معايا بكل الطرق، ولكن انا اللي كنت سبب في فشلي. وده اوحش حاجه، ان الانسان يبتلي بنفسه. بجد ابتلاء النفس او جهاد النفس ده اسوأ حاجه في الدنيا. على فكره اصعب من جهاد في سبيل الله. يعني هتقول لي ازاي ومش عارف اقول لك، لا ده بجد. فنسأل الله ان يعني يعيننا على انفسنا ونجاهد نفسنا على قد ما نقدر، لان كلنا خطائين وكلنا بنغلط. فملاش لازم ان انت تعار حد بغلطته، يعني قول ربنا يهديه وخلاص. نروح لمحمد حمدي زكي، ابن اسكندريه اللي كان من ناشئي سيد البلد الاتحاد السكندري، وتصعد في موسم 2012 2013. لكن بدايته الحقيقيه كانت في موسم 2014 2015. الموسم ده محمد حمدي زكي لعب فيه 35 ماتش، جاب فيهم 13 جول وعمل 5 اسيستات. ومن الاجوال دي كان جوله ضد الاهلي لما الاتحاد كسب الاهلي 4-1. والاهلي تعاقد مع محمد حمدي زكي، لكن ما شاركش مع الاهلي غير في ماتش نهائي كاس مصر وكان نزل بديل. وفي يناير 2016 بيتم عرضه لسموحه، يلعب معاهم 16 ماتش، جاب 5 تجوال وعمل 3 اسيستات. بعدها سموحه بيتعاقد معاه بحوالي 3 مليون جنيه، لعب معاهم 28 ماتش، جاب 8 تجوال وعمل 4 اسيستات. الموسم اللي بعده جاب جول في 21 ماتش وعمل 3 اسيستات. بعدها انتقل للاسماعيلي، لعب معاهم 20 ماتش، يعني كتر خيره وعمل اسيستين يعني. والموسم اللي بعده راح المقاولين، جاب 7 تجوال وعمل اسيست في 25 ماتش. والموسم اللي بعده كتر خيره برضه، جاب جول في 22 ماتش. بعدها انتقل لأسوان، لعب معاهم 28 ماتش، جاب 12 جول وعمل اسيست. الموسم اللي بعده اتباع اعاره لنادي طلائع الجيش، جاب 3 جوال وعمل اسيست. وفي موسم 2024 2025 بينتقل لنادي غزل المحله، جاب جول في 22 ماتش، وحاليا هو بيلعب في حرس الحدود. نروح للوسيم الفشيخ احمد الشيخ، اللي بدايته كانت في تليفونات بني سويف وانتقل لمصر المقاصة في موسم 2014 2015. لعب 23 ماتش، جاب 8 تجوال وعمل 5 اسيستات. الموسم اللي بعده الاهلي بيتعاقد معاه مقابل 56 مليون جنيه مصري. هتقول لي ده بجد؟ اقول لك ده ترانسفير ماركت اللي قال كده، يعني روح اساله، هو ما تسالنيش انا. لعب 8 ماتشات، جاب جونين كانوا في كاس مصر. والموسم اللي بعده الاهلي بعته اعاره تاني لنادي مصر المقاصة. وابراهيم احمد الشيخ بيبدا مع الكابتن ايهاب جلال الله يرحمه، لعب 30 ماتش، جاب 17 جول وعمل 9 اسيستات. ومصر المقاصة الموسم ده فنشت في المركز الثاني ورا الاهلي، وكانت عامله موسم جامد قوي، وكانت كاسبه الزمالك والمصري، وكانوا عاملين موسم جامد قوي بصراحه. واحمد الشيخ في الموسم ده خد هداف الدوري، فانت متخيل ازاي من اللعيب كان جاب جونين. الموسم اللي بعده خد هداف الدوري، يعني دي حاجه ما بتحصلش كتير يعني. والموسم اللي بعده احمد الشيخ يرجع للاهلي، لكن لعب معاهم 10 ماتشات، جاب جونين قبل ما يتبعت اعاره لنادي الاتفاق السعودي. لعب معاهم 11 ماتش، جاب جول وعمل اسيست. ورجع تاني للاهلي، لعب 10 ماتشات، جاب 4 تجوال وعمل اسيست. والموسم اللي بعده جاب 5 تجوال في 30 ماتش. طبعا انت في دماغك سؤال، هتقول لي هو ازاي مستواه وقع كده؟ ده كان هداف الدوري وكان في برايم البرايم يعني، وارتو ومهاره، وكان مع المنتخب العسكري حاجه عالميه. ازاي مستواه وقع كده؟ هقول لك يا حبيبي، انه التيك توك. لعنه التيك توك في بدايته كانت اصابت لعيبه الكوره، في منهم ابرزهم يعني وانجحهم على الاطلاق كابتن احمد الشيخ وكابتن احمد محسن، اللي هم حاليا هم تقريبا هم اكتر لعيبه بتعمل تيك توك، يعني فاهم، ومستواهم وقع بجد بسبب التيك توك. لكن احمد الشيخ ما شاء الله عليه ما كانش تيك توك بس، لا ده كان تيك توك وستريم فيفا، فاهم، وبخلاف اصاباته في الملعب اللي كانت كتيره. فالاهلي يعني زي ما تقول كده زهق منه، فما جددش عقده وانتقل انتقال مجاني لبيراميدز. اول موسم لعب 6 ماتشات وجاب جول يعني، وده الموسم الوحيد اللي لعبه في بيراميدز اصلا، وبيراميدز ما استحملش معاه وفسخ عقده وتم فسخ العقد بالتراضي، وانتقل للمصري البورسعيدي. لعب 28 ماتش، جاب 3 جوال وعمل 5 اسيستات. يعني نعتبر انه موسم كويس بالنسبه للموسم اللي فاتت يعني، وخصوصا ان المصري الموسم ده كان يعني موسم سيء اصلا. لكن احمد الشيخ برضو ما كانش بيبطل تيك توك،
ما كانش بيبطل لايفات، ما كانش بيبطل ستريمات. طب انت ايه كلاعب كوره، انت ايه اللي بيخليك تعمل كده طالما انت لسه ربنا عطيك الفرصه ان انت تلعب وتأدي في الملعب، وان انت لسه في فرق بتطلبك، ولسه في مديرين فنيين مقتنعين بيك؟ يعني انت ربنا عطيك الفرصه، انت بتضيع من ايدك ليه؟ وبتفتح لايفات وبتنزل وبتركز في التيك توك، بتفتح ستريم، كل حاجه ليها وقتها. اعتزل يا عم واعمل اللي انت عايزه، انما مش وانت بتلعب. فالموسم اللي بعده بيقعد مع المصري لحد يناير، والمصري يعني بيسيبه وينتقل لنادي لفياجم بريميام. اتمنى اكون نطقت اسمه صح لانه نادي تشيكي بصراحه يعني، فانا مش هعرف يعني، حتى لو نطقته غلط يعني ما فيهاش حاجه، ما هم بينطقوا اسامينا غلط. لعب معاهم 13 ماتش، جاب جول واحد. والموسم اللي بعده بينتقل لسيد البلد يعني، وما لعبش معاهم كتير ولا ساهم باي مساهمه، وعلشان كده في يناير ينتقل لنادي الاسماعيلي. لعب 9 ماتشات وجاب جونين وعمل اسيست. لكن بعد كده احمد الشيخ حاليا بدون نادي. احمد الشيخ دمر نفسه بنفسه برضه، زيه زي صالح جمعة. فبس انا عايزك بقى تقول لي مين من اللعيبه دي انت كنت بتحبهم، ومين من اللعيبه انت شايف ان هو ظلم نفسه، ومين من اللعيبه دي انت شايف ان هو اتظلم او كان حظه سيء في الكوره. انا بالنسبه لي انا شايف صالح جمعة واحمد الشيخ هما ضيعوا نفسهم بنفسهم. اما عمرو جمال ومحمد حمدي زكي نوعا ما كان في ظلم، ولكن يعني هما كان حظهم وحش نوعا ما برضه. في موسم 2016 المصري كان معاه احسن بديل في الدوري المصري، احمد جمعة. كرة مع جمعة، جمعة بيلف وجول، الجول الأول للنادي المصري. إيه ده يا جماعة؟ الحطة والنطة، ولع الملعب شطة. لكن احمد جمعة دي ما كانتش بدايته كانت في الرجاء المطروحي، وبعدين راح المنصورة، لعب معاهم 50 ماتش، جاب معاهم 26 جول، وتألقه ده خلى المصري في موسم 2014 2015 يتعاقد معاه، لكنهم بعتوه اعارة لاتحاد الشرطة. وادي واحدة طويلة، لمسة من نانا بوكو على مرة واحدة بيسدد لأن طارق يحيى ما كانش مقتنع بيه، أو ما كانش مع احتاجه يعني بمعنى أصح. ومع اتحاد الشرطة لعب 19 ماتش، جاب 4 تجوال. وفي الموسم اللي بعده حسام حسن يدرب المصري البورسعيدي، ومسيرة أحمد جمعة تتحول 180 درجة، ومن أول ماتش ضد بتروجيت ينزل بديل ويجيب الجول الأول مع المصري. في الموسم ده أحمد جمعة سجل 8 تجوال في 33 ماتش، كلهم شارك فيهم كبديل. الراجل شارك في حوالي 1200 دقيقة، وده بسبب إن أحمد رؤوف كان هداف الفريق وكان هو أساسي ساعتها. لكن الموسم اللي بعده أحمد رؤوف انتقل لسموحة، فأحمد جمعة بقى المهاجم الأساسي، وجاب 13 جول وعمل 6 أسيستات في 40 ماتش. الموسم اللي بعده بقى ده كان برايم أحمد جمعة، ونافس فيه على لقب هداف الدوري، وجاب 19 جول وعمل أسيستين في 45 ماتش، وكمان انضم للمنتخب في ودية اليونان وفي ودية كولومبيا. وفي الموسم اللي بعده لعب نص موسم مع المصري، وبعت إعارة لنادي أحد السعودي، لعب معاهم 24 ماتش، جاب 4 تجوال. الموسم اللي بعده رجع المصري، لعب 9 ماتشات، جاب 5 تجوال، لكنه اتصاب في بداية الموسم وما رجعش غير آخر 3 أسابيع. وفي آخر موسم مع المصري لعب 21 ماتش، جاب 6 جوال وعمل أسيست. والموسم اللي بعده انتقل لإنبي، جاب جول في 7 ماتشات. وآخر محطة ليه كان انتقل لبروكسي، كان جاب جول في الزمالك لو تفتكر في كاس مصر، وحاليا هو معتزل. أحمد جمعة يعتبر اتظلم لأنه مسيرته بدأت أصلا وهو عنده 28 سنة، فهو أندرليتد جدا. واتظلم كمان إنه ما انضمش للمنتخب سواء في أفريقيا 2017 أو كاس عالم 2018. معلش يعني مروان محسن أو أحمد حسن كوكا ما كانش أحسن منه ساعتها. ونروح لواحد من أشهر المحترفين في الدوري المصري وأقدمهم، سعيدو سمبوريه، اللي داخل في 10 سنة في الدوري المصري. سمبوريه اللي بدأ في الداخلية في موسم 2016-2017، قعد معاهم لحد يناير 2019 وانتقل للمصري البورسعيدي، وقدم أول موسمين بصراحة 10 على 10. لكن في آخر موسم مع المصري علي ماهر ما كانش محتاجه، فالمصري باعه للاتحاد السكندري، وما كملش موسم وانتقل للبنك الأهلي، ولحد دلوقتي هو لسه بيلعب معاهم. بصراحة هو من أحسن المحترفين اللي شفتهم في الدوري المصري، ويعني يكفي إن هو لحد دلوقتي لسه أساسي في منتخب بوركينا فاسو. نروح للمهاجم الأندرريتد أحمد علي. أحمد علي اللي مسيرته بدأت في إنبي، بعدها انتقل للإسماعيلي، لعب معاهم 40 ماتش، جاب 12 جول وعمل أسيستين. والموسم اللي بعده ينتقل للهلال السعودي في يناير، وجاب معاهم 6 جوال في 26 ماتش. ورجع الإسماعيلي تاني، قعد معاهم لحد موسم 2013-2014، لعب معاهم 66 ماتش، جاب 18 جول. وبعدها انتقل للزمالك، لعب معاهم 43 ماتش، جاب 11 جول. و43 ماتش ما كانش بيشارك بشكل اساسي لان خالد قمر وباسم مرسي كانوا هم اللي واخدين وقت اكبر في النادي.
وفي موسم 2015-2016 ينتقل للمقاولين العرب ويبدأ برايم أحمد علي، دبل كيك تلاقي من بره ال 18 رأسيات كعب يمين شمال وبأي طريقة بيجيب جوال، وجاب مع المقاولين 43 جول قبل ما ينتقل لبيراميدز. فترته مع بيراميدز ما كانتش احسن حاجه لانها كانت مليانه مهاجمين، فبعتوه اعاره الانبي، بعدها انتقل للبنك الاهلي، بعدين الاتحاد السكندري، واتبعت اعاره للمقاولين، وبعدها راح حرس الحدود. حاليا هو معتزل. احمد علي في مسيرته جاب 111 جول وعامل 28 اسيست في 366 ماتش، ارقامه بصراحه كويسه جدا، يعني ما تعرفش ازاي الاعلام ما بيستضيفوش ولا بيتكلموا معاه، يعني هي مسيره قويه. نروح للاعب أندية اسكندرية الغالية عليا، السيد فريد، اللي بدأ في الاتحاد وقعد معاهم 5 سنين قبل ما يروح سموحة، وبعد ما انتقل لسموحة قعد معاهم موسمين بالظبط، وبعدها انتقل للإنتاج الحربي ورجع تاني لسموحة قعد معاهم 4 سنين، بعدها انتقل لأسوان وحاليا هو معتزل. السيد فريد لعب دوري أبطال أفريقيا وكونفدرالية مع سموحة، ولعب طول مسيرته 264 ماتش، جاب 20 جول وعمل اسيستين، وخلي بالك هو سنتر باك. وعلى فكرة كان عامل موسم كويسة جدا وخصوصا مع سموحة، يعني كان ماتشات جبارة خصوصا ضد الأهلي والزمالك، يعني ومع في رأيي الشخصي السيد فريد أحسن من سنتر باكس كتير لعبوا في الأهلي والزمالك. عبد الكبير الوادي، انتوا من اليمن؟ يا هلا بالسعودية. اللي بالنسبة لي واحد من أحسن المحترفين اللي جم آخر فترة في مصر. عبد الكبير بدأ في نادي وداد الفاس المغربي وهو عنده 19 سنة، لعب أول ماتش رسمي ليه مع الفريق، وكان لعيب جامد قوي بحرفنته ورؤيته للملعب، وشارك مع منتخب المغرب تحت 20 سنة و23 سنة، وانتقل للرجاء المغربي في موسم 2013-2014، لكن ما شاركش بشكل أساسي وما خدش فرصته، وانتقل لنادي الجيش الملكي على سبيل الإعارة في موسم 2016-2017، لكنه برضه ما شاركش بشكل أساسي، بحيث إنه شارك في 17 ماتش، جاب 5 جوال ورجع تاني على الرجاء. ما شاركش برضه بشكل أساسي، وفي موسم 2018-2019 ينتقل انتقال مجاني لنادي اتحاد طنجة، لعب معاهم 28 ماتش، جاب 5 جوال وعمل 6 اسيستات، ومن الاسيستات دي كانت اسيسته ضد الزمالك في الكونفدرالية. والموسم اللي بعده ينتقل لوادي دجلة ب 12 مليون، وفي أول موسم شارك في 34 ماتش، جاب 3 جوال وعمل 4 اسيستات. هتقول لي دي أرقام قليلة، هقول لك وادي دجلة أصلا كانت مسجلة 35 جول وكان في المركز ال 15 كمان. الموسم اللي بعده انتقل لسموحة على سبيل الإعارة، وكان معاه مصطفى فتحي فاهم واحمد عبد القادر، فهو شارك في 31 ماتش، جاب 5 جوال وعمل اسيستين، وده بسبب ان مصطفى فتحي كان جاب 17 جول وعمل 6 اسيستات، واحمد عبد القادر جاب 9 جوال وعمل 5 اسيستات، وحسام حسن جاب 11 جول. فساعتها عبد الكبير ما كانش يعني ليه فرصه انه يظهر بشكل قوي قوي، بس كان دايما بيبري اسيست الاجوال وبيحضر لعب كويس قوي، وكانت رؤيته كويسه جدا للملعب. وسموحه الموسم ده كانت قويه اصلا، يعني كان معاه محمد عبد المنعم ولهاني سليمان، وزي ما قلت مصطفى فتحي واحمد عبد القادر وحسام حسن. والموسم اللي بعده سموحه بتتعاقد معاه بشكل نهائي، وكان موسم انفجاره، لعب 33 ماتش، جاب 12 جول وعمل 11 اسيست، يعني ساهم في 23 جول من ال 47 اللي سجلهم سموحه. والموسم اللي بعده ينتقل لفيوتشر ب 46 مليون جنيه، لكنه في الموسم ده لعب 34 ماتش، جاب 3 جوال وعمل اسيستين. والموسم اللي بعده لعب 36 ماتش، جاب 6 جوال وعمل 7 اسيستات. وفي موسم 2024-2025 ينتقل لسموحه انتقال مجاني، شارك في 26 ماتش، جاب 3 جوال، وحاليا هو بيلعب في اتحاد طنجة في المغرب. نروح لاحمد بوسكا صاحب ال 11 كلين شيت. رد عليه. 11 كلين شيت. في موسم 2015-2016 الزمالك كان بيلعب فريق اسمه الضبعة في كاس مصر، وبوسكا الماتش ده كان متألق وكان بيمسك الكورة ويصد ويضرب شقلباز. مين بقى اللي شافه وقال الولد ده موهوب؟ الواد ده اكتشاف. كابتن حسام حسن. وبعد ما عصام الحضري كان خلاص هينتقل للمصري، الكابتن حسام قال لك لا انا عايز احمد بوسكا، وفعلا المصري بيتعاقد مع بوسكا. اول ماتش المصري بيتغلب 2-1، وبوسكا نوعا ما بان انه ضعيف ومهزوز، لكنه بعدها عمل 2 كلين شيت متتالي، لكن كانوا ضد فرق ضعيفه يعني زي الشرقيه والنصر للتعدين. بعدها المصري اتغلب 1-0 لكن من ضربة جزاء، فبوسكا ما كانش عليه اللوم. نروح للماتش اللي بدأ الجمهور ينتقد فيه بوسكا، لما المصري اتغلب 3-1 من انبي بأخطاء كارثية من بوسكا، كان سبب رئيسي في ال3 أجوال. لعيب قوي بيحافظ على كورته، يفتح لنفسه الزاويه وعايز يلعب العرضيه. بعدها جه ماتش الزمالك، برضه كان سبب رئيسي في خسارة المصري الماتش، خصوصا المصري كان مسيطر وكان عامل ماتش عالمي، لكن عرضية من محمد ناصف بوسكا بيضرب الهوا واحمد جعفر بيجيب الجول للزمالك.
بعدها ماتش الاسماعيلي بوسكا بيتألق ويشيل انفراد، لكن بعدها ما تعرفش بيعمل ايه، بيلعب حجز كوره باين. مش ممكن بقى ده اسمه كلام؟ لسه موجود بوسكا، خلصت المشكله. المصري بعدها عمل سلسله فوز متتالي، فاخطاء بوسكا ما كانتش نوعا ما ملاحظه. نروح لماتش الاهلي، عارف توم وجيري او توم وبوسكا، فاهم حرفيا يعني كده. ساعتها بقى جمهور المصري هاجم بوسكا بشكل قوي، لكن كابتن عماد المندوب وكابتن حسام حسن وثقوا في بوسكا، وفعلا بوسكا في ماتش الذهاب ضد افياني اوب في نيجيريا عمل ماتش قوي، لكن المصري اتغلب 1-0. لكن في الاياب في اسماعيليه المصري كسب 1-0 وانتقلوا لضربات الجزاء، وكل الامال على بوسكا. بوسكا 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 وفريق افياني وبوسكا عظيم، ممتازه بوسكا يا ولد. بالنسبه للمصري ان شاء الله جول المصري يا ولد يا ولد. جول مايدانو، ادي اللاعب مايدانو لاعب صاحب الهدف الجميل في لقاء الذهاب، ركله جزاء ولد يا ولد يا بوسكا. ليله بوسكا ليله بوسكا ليله بوسكا ليله بوسكا، اي مولود جديد. الثانيه دي مهمه جدا، المصري يا ولد، المصري بتاع زمان يا بوسكا. دي بوسكا وإفياني، والمره دي بره. بالنسبه لبورسعيد، بالنسبه لمصر بورسعيد، ركله جزاء الثالثه جول، مصري فاز. والمصري بيتأهل للدور اللي بعده عشان يواجه كامبالا سيتي. اللي عملت لك كده؟ لا انا حسيت، شفت واحد في بورسعيد ما فيش في جيبه الا 30 جنيه ثمن التذكره، حاولت اساعده مرضاش وكان عنده عفه نفس، قلت انا اقدر اقدم لك ايه؟ قال لي تفرحني، قلت له ان شاء الله افرحك باذن الله، انا بحب بورسعيد كلها. طيب بوسكا ثواني. وبوسكا في ماتش الذهاب تألق بشكل كبير برضه، لكن المصري اتغلب 1-0. وفي الإياب نفس السيناريو، المصري بيكسب 1-0 وبيلعبوا بلانتيات، لكن للأسف المصري ما بيوفقش وبيخرج من الكونفدرالية. على ناحية الدوري والكاس، بوسكا في ملخص اللي عمله بشكل عام، بوسكا عمل 14 كلين شيت، عمل تصديات مهمة جدا ساهمت في تأهل المصري للكونفدرالية ونهائي كاس مصر، لكنه فجأة اختفى. والله زي ما بقول لك، يعني هو الموسم اللي بعده ما لعبش، يعني كان بعد ما كان في عز نجوميته المصري جاب حارسين محمود السيد واحمد مسعود اللي ضيع طبعا بطولة السوبر على المصري. بعدها بوسكا انتقل للإنتاج الحربي والشرقية للدخان، ولحد دلوقتي هو لسه بيلعب في الشرقية للدخان. نختم بعمرو مرعي، ياه ما سمعتش اسمه انت من زمان. عمرو مرعي اللي كان من ناشئين وادي دجله، وهو عنده 20 سنه لعب اول ماتش رسمي مع الفريق، وشارك معاهم حوالي 43 ماتش، جاب 5 تجوال وعمل 3 اسيستات، وانتقل للداخليه في موسم 2015-2016، وكان ساعتها مدرب الداخليه علاء عبد العال. واحب اقول لك ان الموسم ده اندر ريتد فشخ بالنسبه للكابتن علاء عبد العال والداخليه بشكل عام، بحيث انهم كانوا بينافسوا على الدوري في النص الاول من الموسم، لكن حصل تدهور في الدور الثاني والفريق فنش في المركز الثامن. وعمرو مرعي الموسم ده جاب 9 تجوال وعمل 4 اسيستات في 28 ماتش، وبينتقل لنادي انبي، ومجهول بصراحه ثمن الصفقه. لعب في انبي وانفجر حرفيا. عمرو مرعي بيسجل 12 جول وبيعمل 7 اسيستات في 33 ماتش. والموسم اللي بعده قعدوا يقولوا هيروح اهلي، هيروح زمالك، لقينا بيلعب في النجم الساحلي ب 410,000 يورو. وساعتها دوري ابطال افريقيا كان النجم الساحلي لسه مكمل فيه وكان في ربع النهائي. عمرو مرعي شارك في 4 ماتشات، جاب جونين وعمل اسيست، لكن النجم الساحلي خرج قدام الاهلي لما اتغلب 6. الموسم اللي بعده عمرو مرعي لعب 33 ماتش بس جاب 5 تجوال وعمل 5 اسيستات. الموسم اللي بعده في نص موسم شارك في 6 ماتشات، جاب 3 تجوال وعمل اسيست، قبل ما انتقل في يناير لبيراميدز، لكنه ما شاركش في ولا ماتش الموسم ده، لان بيراميدز كان ساعتها معاه انت فاهم لعيبه كتير. يعني هتقول لي لعيبه كتير ازاي؟ هقول لك كان الفريق كله مهاجمين، يعني جون سيفونتي، إيريك تراوري، جون أنطوي، وريبا أمار، أحمد علي، ناصر منسي، داني ساشين، دودو الجباس، وعبده لومالا، كل دول بيلعبوا سترايكرات، فبيراميدز كان مضطر يبعته للمقصة أعرى. المهم عمرو مرعي بيشارك في 27 ماتش، سجل فيهم 8 تجوال، والموسم اللي بعده بيتبعت أعرى طلائع الجيش، شارك في 25 ماتش، جاب جونين وعمل اسيست، وده عشان ناصر منسي ساعتها هو اللي كان أساسي ومكسر الدنيا، وكان معار برضه من بيراميدز. ناصر الموسم ده كان جايب 9 تجوال وعمل 3 اسيستات. المهم نرجع لعمرو مرعي تاني، اللي في موسم 2021-2022 بينتقل للمصري البورسعيدي، شارك في 39 ماتش لكنه جاب 6 جوال بس وعمل اسيستين، وده يعني بسبب ان المصري كان في تخبط اداري، وعمرو مرعي كان عامل كذا مشكله بسبب تاخر مستحقاته. والموسم اللي بعده بينتقل لانبي، شارك في 5 ماتشات، عمل اسيست. والموسم اللي بعده انتقل للمقاولين، شارك في 17 ماتش من غير اي مساهمه. بعدها انتقل للبوطين، ما شاركش معاهم، والبوطين ده نادي درجه ثالثه في السعوديه.
وفي يناير انتقل للجزيرة الأردني، شارك في 10 ماتشات، جاب جول وعمل اسيستين، وحاليا هو بيلعب في بروكسي. عمرو مرعي من المهاجمين اللي انا بحبهم عامة، وكنت بحب اتفرج عليه، وحاسس انه اتظلم شوية انه ما لعبش في فريق كبير في بداية مسيرته. وعلى فكرة هو مضى مع الاهلي ايام فايلر ومرتين مع الزمالك، بس المرتين باظوا، مرة بسبب عدم انتفاعه مع المقابل المادي، وتاني مرة الزمالك ما كانش عارف يبيع حد من لعيبته. موسم 2014-2015 الزمالك كان لسه متعاقد مع مهاجم شاب متألق اسمه باسم مرسي، وفي اول موسم فعلا باسم يكسر الدنيا ويجيب 18 جول، واهدافه بشكل كبير ساهمت في تتويج الزمالك بالدوري والكاس. لكن من بعدها مستواه قل بشكل كبير، وده بسبب انشغاله بكل شيء الا كرة القدم، سواء قصات شعره، ظهوره مع الاعلاميين، مش متابع والله وركز مع الاعلان ده عشان هنحتاجه بعدين. في موسم 2018-2019 راح عار الاتلتيكي انيوسي لاريسا في الدوري اليوناني، مشاركش غير 5 ماتشات بس بدون مساهمات. بعدها يروح عار لسموحه وبرضه مشاركش كتير. بعدها راح الانتاج الحربي ومصر المقاصه. بعدها راح سيراميكا والاسماعيلي، وفي الاسماعيلي مشاركش بسبب انخفاض مستواه، ما كانش حد عايز يشتريه، ما كانش حد متابعه والله، لحد ما الكابتن الكبير عبد الحميد بسيوني ضمه وطلع الجيش. ولكن بسبب انه كان منتهي مشاركش كتير، فقرر انه يقلل من الناس التانية عشان خاطر هو لو اتكلم عن نفسه مش هيلاقي حاجه يقولها. فطبعا غلط في الكابتن عبد الحميد وفي الاسماعيلي. يا ابن العبيطه ايه الغتاتة دي؟ نروح لموسم 2018-2019 محمود علاء مع الزمالك. الموسم ده محمود علاء كان في برايم لأضخم مدافع جه في تاريخ مصر. محمود علاء جاب 15 جول، تخيل سيرد باك يجيب 15 جول، وكان هداف الزمالك في الدوري. وتاني موسم برضه جاب 10 تجوال مع الفريق، لكن من بعد ماتش نهائي افريقيا هو للاسف مستواه قل كتير، وحاليا هو بيلعب في الاتحاد. وفي نفس الموسم ده بس في وادي دجله كان في لعيب اسمه ابراهيم نضاي اللي راح الزمالك بعدين. ابراهيم نضاي كان لعيب جامد قوي الموسم ده، كان جايب 11 جول، لكن كلنا عارفين الباقي يعني لما احترف ورجع الزمالك تقريبا ما استحملش ضغط الجمهور، وهم ما يعرفوش يتعاملوا معاه كويس. ونروح لواحد من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ الدوري المصري كله، كينو. وبيراميدز كانت لسه معموله جديد، وكانوا جايبين لعيبه كتير فشخ حرفيا من كل الجنسيات والالوان، بس كينو كان اكتر لعيب مميز في الفريق، ستايله، طريقه لعبه، مهاراته. الموسم ده كينو جايب 8 تجوال، وكان تاني هدافين الفريق في الدوري بعد إيريك تراوري. لكن الموسم اللي بعده مشى من الفريق وراح الجزيره الامارات. وفي نفس الموسم نروح للمصري البورسعيدي اللي كان فيه لعيب جامد جدا اسمه اسلام عيسى، اللي محمد بركات قال ده اللعيب الوحيد اللي ما بشوفه بفتكر نفسي. اسلام عيسى كان بقاله موسمين في المصري متألق، مش موسم واحد يعني، لكن الموسم ده بالذات كان عامل اداء جامد فشخ، خلت نادي بيراميدز يتعاقد معاه. لكن للاسف ما كانش بيشارك كتير معاهم لحد ما الموسم ده راح سيراميكا ومقدم موسم حلو معاهم. نروح لموسم 2019-2020 ونروح لفريق الجونه اللي كان معاهم محترف اسمه ولتر بواليا، كان مهاجم جامد فشخ وعمل اداء جامد جدا، يعني خلت الاهلي في يناير يتعاقد معاه. لكن في يوم وليله مستواه قل بشكل كبير، تقريبا ما تحملش ضغط الجمهور، لكن للاسف هو لحد دلوقتي مستواه قليل. هنبدا بموسم 2016، واول لعيب معانا في الموسم ده كان مروان محسن اللي كان لسه جاي من الدوري البرتغالي، كان محترف وكمان كان جاب جول مع فريقه. والاسماعيلي كان لسه متعاقد مع مروان محسن، وكان مدير الفني ساعتها هو احمد حسام ميدو. ومروان محسن كان هداف الفريق ساعتها ب 14 جول، منهم 5 ضربات جزاء. والاهلي في نفس الموسم اعجب بيه وتعاقد معاه، وعينك ما تشوف الا النور بقى، يسيب الكرة ويمشي. ضيع كور غريبة، ولكن الكرة زي ما احنا عارفين توفيق وعدم توفيق. وفي نفس الموسم وفي نفس فرقة القنال، بس المرة دي في المصري، كان في مدافع طالع بسرعة الصاروخ اسمه محمد مجدي. أول حاجة مدافع طويل، ستايله حلو فشخ، شيك، أشول، بيعرف يلعب برجليه كويس، بيشوط البلانتيات أحسن من المهاجمين، بيعرف يزيد ويسجل بضربات الراس، جايب 6 جوال منهم بلانتيين بس. الموسم اللي بعده على طول راح الزمالك، لكنه اتصاب كتير ولف على شوية أندية زي الإسماعيلي والاتحاد والبنك الأهلي، واعتزل من قريب. دي مفارقة غريبة جدا يا عم هيثم. نروح للأهلي اللي كان عنده مهاجم جابوني جبار اسمه مليك إيفونا، ومين ينسى إيفونا وسط 3، واللي الموسم ده جايب 13 جول من غير ولا ركلة جزاء، واتنقل بمبلغ كبير ساعتها 7 مليون يورو للدوري الصيني، ولف لفة كبيرة لحد ما رجع مصر مع نادي أسوان، ولكنه ما لعبش غير موسم واحد، وأسوان نزلت درجة تانية.
نرجع للمصري تاني اللي كان لسه شاري جناح دكة من مصر المقاصة اسمه محمد مسعد، لكن حسام حسن حول الجناح الدكة ده لانفرتد وينجر اللي هو بيقوم بمهام الوينجر وبيخش ال 18 يعمل دور المهاجم التاني، وكان بيلعب وينج يمين وشمال لانه كان بيلعب برجلين الاتنين كويس قوي. الموسم ده محمد مسعد جاب 4 تجوال وصنع 6 في 18 ماتش، وكان جاب جول في الاهلي وجول في الزمالك. الجولين بصراحة حاجة تحفة فنية بصراحة، اللي هو تتفرج عليها وتقول بسم الله ما شاء الله. ارضيه ودي عدم الرقابه ودي الفرصه الكبيره ولكن اتاخر ولسه بيحط في الجول. عنده مهاره كويسه جدا. مسعد عدى حطها، ممكن يلعبها عرضيه لسه في الملعب. يلعب العرضيه ولا ايه؟ زود فيها شويه مسعد وهدف اول. لكنه بعدها راح الزمالك وقعد دكه وكانت اصاباته كتيره ولسه معتزل من قريب. مش عارف ليه يا عم هيثم. نروح موسم 2016 2017 ونروح لسيد البلد نادي الاتحاد اللي كان ساعتها لسه جايب مهاجم اسمه كابونجو كاسونجو، واللعيب ما شاء الله سريع وهداف وحاجه بسم الله ما شاء الله يعني، وكان واخد تاني هدافين الدوري ب 12 جول. تاني موسم الزمالك راح اشتراه وكلنا عارفين الباقي يعني. لا يدخل هذا الكاسونجو، من اين اتيت لنا بهذا الكاسونجو يا باتشيكو؟ قناع وقادر. Are you ready for this Sunday night when WWE Champ John Cena defends his title in the WWE Super Slam? Right now you can earn this. يعني وعلى سيرة الزمالك كان في نادي الداخلية مهاجم غاني اسمه بنيامين اتشمبونج بيلعب في الداخلية، وكان جايب 10 تجوال ومتألق نوعا ما يعني، بس كان له تصريح غريب كده اللي هو كان ابراهيم فايق بيسأله مين احسن لعيب في العالم، قال له انا لان الاسود ما بتقارنش بالبشر، عامل لي فيها زلاتان ابراهيموفيتش مع ان يعني فرق الطول شاسع يعني. المهم الزمالك اشتراه وما عملش اي حاجة حرفيا يعني غير ان هو وقف لهم القيد مرتين. مش عارف يا رب اللي بيحصل فيا ده ايه، حظ سيء ولا ذنوب بكفرها ولا. نرجع للمصري اللي كان معاهم صنع العاب زي ما الكتاب بيقول، بيلعب برجلين الاتنين، بيشوط فاولات، هداف، حريف، مستر اسيست، احمد موسى كابوريا. كابوريا تعضك. الموسم ده كابوريا كان جايب 5 تجوال وصنع 6 وشارك في 31 ماتش. بس في حكايه لطيفه كده يعني، كابوريا كان متألق جدا طول الدور الاول ومضى للزمالك في يناير، فحسام حسن عرف قال له لا حبيب قلبي ده مش فيديو، ده انت قاعد كده على الدكه شويه حبيبي، وحرفيا قعدوا دكه بقيه الموسم، ينزلوا اخر 10 دقايق ده وكده يكون كرمه يعني، كده عطيله وقت كبير. وطبعا كابوريا راح الزمالك وزي ما انت متوقع ما قدمش اي حاجه ولف على الانديه ولسه، بس ده لسه ما اعتزلش يعني. وكان المصري برضو في يناير تعاقد مع محمد الشامي وعبد الله جمعه من ام بي على سبيل الاعاره لمده 6 شهور. محمد الشامي ده كان جاب جولين، واحد في المصري وواحد في الاهلي، فحسام حسن قال مين الواد الجامد ده وجابه اعاره، وفعلا تألق مع المصري. وعبد الله جمعه اللي هو كان صاحب محمد الشامي يعني، هو كان في ام بي يعني، بس هو كان لاعب حلو يعني عادي، ما كانش مقدم يعني حتى المستوى اللي كان مقدمه الشامي. فتاني موسم ام بي طلبت فلوس كتير من المصري والزمالك راح اشترى الشامي وعبد الله جمعه مع بعض. امال على رجلي خلاص ده ابعد عني بدل ما شفت عايز اديك، والله ما عايز اديك يا ابني. والشامي ما فادش الزمالك باي حاجه حرفيا، ولف لفته ورجع المصري. وعبد الله جمعه ما تألقش غير موسم واحد لما لعب باك شمال، وهو اصلا كان مع المصري جناح وصنع العاب. المهم نروح لموسم 2018. الاهلي كان جايب مهاجم مغربي اسمه وليد ازارو اللي كان مرعب حرفيا، وكان جايب 18 جول مع الاهلي وخد هداف الدوري، ده غير انه تسبب في 10 بلانتيات للاهلي، بخلاف انه عامل 7 اسيستات. لكن مستواه قل بشكل كبير والاهلي بعته اعراض كتير ودلوقتي بيلعب في عجمان. في نفس الموسم ده الاسماعيلي كان عامل تيم مرعب، كان معاهم مهاجم كولومبي اسمه كالديرون، الراجل ده كان سفاح، كان مسجل 14 جول وكان هداف الفريق وجواله كلها كانت حاسمه. لكن بعد موسم واحد الاسماعيلي باعوا للفيصلي. معلش ايه 2017 مصر كانت بتلعب بوركينا فاسو وكسبانه 1-0 لحد ما جه واحد شبه الافاتار اتعادل لبوركينا فاسو. الافاتار ده حسام حسن شافه قال هو ده، هذا هو ذوقي، وراح متعاقد معاه وكان ساعتها بيدرب المصري. المهم يبدا الموسم والراجل بيجيب 3 اجوال في 5 ماتشات، بعدها بيهرب زي ما بقولك كده هرب، وبعد شهرين حس بالذنب فقال يرجع تاني، بيجيب جول فزهق فقال يهرب تاني ويرجع تاني بعد شهر. ولكن المره دي استمر وجاب 5 اجوال، لكنه في ماتش في الكونفدراليه بيجيله رباط اكيليس
والموسم ده كان موسم المهاجمين، لكن المرة دي مهاجم مصري عمر السعيد اللي كان بيلعب في الانتاج الحربي ومتألق، وكل كان متوقع هيروح الاهلي يا الزمالك، بس هو فاجئنا كلها في يناير وراح وادي دجله. والموسم ده كان مسجل 13 جول مع فرقه زي دي، ده رقم كبير. والموسم اللي بعده راح الزمالك وكالعاده ما قدمش اي جديد، بس هو لسه بيلعب في الدوري المصري. وكان في المصري برضه في مدافع اسمه اسلام ابو سليمه، كان مدافع هداف وقوي وكان الكل متنبأ له بمستقبل كبير، لكن ما راحش الزمالك لا، بس هو جاله للاسف الرباط الصليبي اللي غيرت كل حاجه فيه حرفيا ونزلت مستواه، وحاليا هو بيلعب في حرس الحدود. بتروجيت موسم 2011 كان معاهم محترف بوركيني اسمه محمد كوفي، كان عامل موسم جامد قوي وكان ساعتها مركزه نص ملعب، وينتقل في موسم 2014 لنادي دهوك في العراق، والموسم اللي بعده على طول يرجع مصر من بوابه نادي الزمالك. قعد معاهم لحد موسم 2016 2017. في الموسم ده تمت اعارته للاتفاق السعودي، بعدها رجع مصر وانتقل للمصري البورسعيدي الموسم اللي بعده، وقدم احسن نسخه لمحمد كوفي انا شفتها، وبصراحه دي احسن نسخه مدافع اجنبي شفته في الدوري المصري. قعد مع المصري بالظبط موسم ونص، قدم فيهم اداء جامد فشخ وسجل اهداف حاسمه بشكل كبير، وبعدها انتقل لنادي الكواكب السعودي. بعدين رجع مصر على سموحه، وبعد سموحه راح البنك الاهلي واعتزل هناك. نروح لتاني لاعب، وفي نفس الموسم ده المصري يعلن تعاقده مع البوركيني عبد الله سيسي لاعب الخور القطري. سيسي جاب مع المصري 15 جول في خلال موسم ونص، بعدها انتقل للزمالك لعب معهم 20 ماتش جاب 9 اجوال، بعدها انتقل لاتحاد الشرطه وبعدها نادي ظفار في عمان، وبعدها اعتزل. وطبعا اول ما بنقول حارس الحدود بيجي في بالك الصوره دي وملعب الماكس واثنين لعيبه معينين، احمد عيد عبد الملك واحمد حسن مكي مع حارس الحدود لعب 94 ماتش جاب 44 جول، بعدها راح لنادي اهلي طرابلس الليبي على سبيل الاعاره، شارك مع الفريق في الفوز بالدوري، بعدها راح نادي الزمالك لكنه ما لعبش غير 7 ماتشات بس جاب 3 اجوال، وبعد الموسم ده راح سموحه، وبعدها راح الجونه واعتزل هناك. ورغم انه لعب مع الزمالك لكنه طلع وقال انا اصلا كنت منتمي للاهلي ورحت للزمالك عشان اضمن ان انا لاعب اساسي، وواضح جدا ان هو لاعب اساسي بصراحه. يعني اتمنى وانت بتتفرج يعني ان في ناس كتير فشخ بتتفرج على القناه بتاعتي ما تعملش سبسكرايب، يعني بتعمل سبسكرايب انت هتخسر ايه؟ يعني مش بتتفرج والفيديوهات بتعجبك خلاص اعمل سبسكرايب يا عم واعمل لايك، وكده كده بحبك يعني. ونروح لواحد من اشهر المحترفين في تاريخ مصر، نانا بوكو. موسم 2014 2015 اتحاد الشرطه بيعلن تعاقده مع صاحب ال 22 عام نانا بوكو من نادي بنوسخه، وفي اول موسم في 36 ماتش نانا بوكو بيجيب 11 جول. الموسم اللي بعده مصر المقاصه بتعجب بيه وبتتعاقد معاه، لعب معاهم موسمين وفي 50 ماتش جاب 24 جول، وبعتوه اعاره لنادي الشباب الاماراتي في سنه 2017. الموسم اللي بعده نانا بوكو ينتقل لنادي الزمالك لكنه ما شاركش كتير، لعب 5 ماتشات جاب جول واحد، بعدها لفه كبيره قوي، راح نادي الواقرة والمرخيه والاتحاد الماليزي وبيراك وديوا يونايتد وليله جامده قوي سعادتك. ومن 2023 وهو بدون نادي، وهو حاليا عنده 32 سنه بس. ونروح لواحد من اللعيبه اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، احمد رؤوف صاحب هدف التاهل للاهلي ضد الدفاع الحسن الحديد. احمد رؤوف اللي كان مكسر الدنيا مع انبي وكان جايب 29 جول في 100 ماتش، ينتقل على سبيل الاعاره للنادي الاتحاد الليبي ومنه على النادي الاهلي، لعب 17 ماتش بس جاب فيهم جونين ومنهم جوله في الدفاع الحسن الجديدي، وبعدها ينتقل للمصري البورسعيدي ويبدا برايم احمد رؤوف. في اول موسم يجيب 9 اجوال بس، لكن تاني موسم مع حسام حسن احمد رؤوف يجيب 13 جول في 29 ماتش. وبالنسبه الموضوع ده انا اول تيشيرت كوره للاعب مصري جبته في حياتي كان تيشيرت احمد رؤوف. المهم احمد رؤوف بعدها ينتقل لنادي سموحه ووادي دجله وبتروجيت والانتاج الحربي واعتزل، وهو في تاريخه مسجل 74 جول وده رقم مش قليل. حسام باولو، عارف انك ممكن تكون مستغرب ان انا ازاي حاطه في ان هو تألق فتره واختفى، بس احب اقول لك ان حسام باولو تألق موسمين بس اللي هو خد فيهم هداف الدوري. والله حسام باولو قصه كفاح كبيره محدش ينكر ده، ومش هينفع احكيها دلوقتي طبعا لانها طويله جدا. انتقل من نادي الشمس لنادي الداخليه موسم 2014 2015، خد معاهم هداف الدوري ب 20 جول. الموسم اللي بعده راح سموحه وخد هداف الدوري برضه ب 17 جول، بعدها راح الزمالك وبخ. والله اشهر حاجه من بعد الموسمين دول اللي هي منتج باولو يعني. عمال يشتم فينا، بقول له انت نجم منتخب مصر وما ينفعش تشتم، حالي كسومك انت يعني. لا يا باولو باولو منتج يا باولو.
وبعد الزمالك راح الاتحاد السكندري والمقاولين والداخليه، وعلى فكره اتألق معاهم لمده موسم جاب فيه 11 جول. بعدها انتقل لنادي طلائع الجيش والترسانه والقناه، وحاليا هو بيلعب كره شاطئيه وساعات كره اتصالات، ومسجل في مسيرته 62 جول. موسم 2014 2015 بتروجيت بتعلن تعاقدها مع ليونيل ميسي اثيوبيا شيمنز بيكلي، وفي اول موسم شيمنز بيكلي بيجيب 9 اجوال ويتألق، والموسم اللي بعده يكمل على نفس التألق ويجيب 6 جوال. لعب مع بتروجيت 123 ماتش جاب فيهم 29 جول، وبصراحه الاسيستات مش عارف عددها بالظبط يعني عشان مفتيش. وبعدها ينتقل لنادي مصر المقص، لعب معاهم 60 ماتش جاب 16 جول. بعدين انتقل للجونه، بعدين انبي، واخر فريق خالص لعب فيه الدفاع الاثيوبي. شيمنز بيكلي من اكتر اللعيبه المحترفه اللي ممكن تكون كانت محبوبه على مدار التاريخ في الدوري المصري، وتكون معلقه معاك بسبب حرفنته ومهارته، وتكون معلقه معاك انت شخصيا بسبب انه كان حريف وجريته في الملعب ومهاراته. وزي ما حاليا في الاهلي وسام ابو علي، في موسم 2018 2019 المصري كان متعاقد مع محمود وادي. محمود وادي مع المصري كان مقدم اداء حلو، وجواله كانت حاسمه بشكل كبير جدا، جاب 19 جول وعمل 10 اسيستات في 75 ماتش. بعدها بينتقل لبيراميدز بسبب التألق ده، ولكنه مشاركش كتير معاهم. بعدها انتقل لطلائع الجيش والمقاولين والسواحل الليبي، وحاليا هو بيلعب في غزل المحله لكنه ما بيشاركش كتير. حسام حسن، لا مش ده، ايوه هو ده اللي كان في سموحه اتعاقدت معاه موسم 2016 من الداخليه، لعب مع سموحه 154 ماتش جاب فيهم 49 جول وعمل 10 اسيستات، ومعلومه هو الهداف التاريخي لسموحه. وبعد 5 سنين مع سموحه راح لنادي الاهلي الليبي على سبيل الاعاره، بعدها انتقل للاهلي المصري، لكنه لعب مع الاهلي 21 ماتش بس جاب 3 اجوال وعمل اسيست، وكان في فتره وحشه قوي بصراحه يعني بالنسبه له، لانه حس انه اتظلم وما خدش فرصته. وحاليا هو بيلعب في مودرن سبورت. لما بقول وادي دجله دماغك لوحدها بتفتكر ستانلي او الزومبي زي ما كان بيتقال عليه، اللي وادي دجله اتعاقدت معاه من فريق سليمه وندرز، وفي 62 ماتش جاب فيهم 27 جول، وده خلى الزمالك يتعاقد معاه على سبيل الاعاره. لعب مع الزمالك 25 ماتش جاب 6 جوال بس، بعدها رجع وادي دجله وبقوا له القادسيه السعودي، بعدين انتقل لنادي عجمان، بعدين رجع وادي دجله تاني، وبعدين لف لفه كده، وحاليا هو بيلعب في فريق. في موسم 2016 2017 اسوان كان معاه لعيب ايفواري اسمه رزاق سيسي، لعب 17 ماتش جاب جول وعمل اسيستين، هي ارقامه ضعيفه بس كان حريف قوي بصراحه، وده اللي خلى الزمالك تتعاقد معاه، لكنه ما لعبش معاهم غير 6 ماتشات عمل اسيست واحد. بعدها بعتوه اعاره للاتحاد السكندري، لعب معاهم 104 ماتش. هتقول لي اعاره لعب فيها 104 ماتش؟ هقول لك شارلوك هولمز كانت الاعاره بتتجدد، جاب فيهم 26 جول وعمل 14 اسيست، وكمان عدد الماتشات الزياده ده بسبب ان الاتحاد كان بيشارك في البطوله العربيه كمان. في موسم 2004 2005 كان في لاعب اسمه عمرو سماكه، كان مقدم موسم جامد قوي مع الترسانه، وبسبب التألق ده الاهلي طلبه لانه هو كان من ناشئين الاهلي اصلا، لكنه ما قدمش المستوى المطلوب ومستواه قل، وبعد سنتين يمشي من الفريق ويروح نادي قزمة الكويت. وفي نفس الموسم في المصري البورسعيدي كان في لعيب اسمه اكوتي منساه، كان نص ملعب عالمي، وبعد موسم واحد الاهلي بيتعاقد معاه، ولكن قبل بدايه الموسم اكوتي منساه بيجيله رباط صليبي، وفي موسمين مع الاهلي ما كانش بنفس مستواه مع المصري عشان الاهلي قرر يبيعه ويرجع المصري تاني في 2007 ويتألق تاني، والمصري يبيعه لليرس البلجيكي. موسم 2009 مع صلاح والنني كان في محمد زيكا اللي الاهلي والزمالك كانوا هيموتوا عليه، لكن هو عشان كريتيف في موسم 2013 اختار انه يروح الاسماعيلي. هو انا بهزر عامه يعني، هو اختار الاسماعيلي عشان يضمن يلعب اساسي، وده تفكير احترافي 100%، لكن الدنيا ما مشيتش معاه، وبعدها رجع المقاولين وراح الانتاج الحربي، بعدها الداخليه، وكان متألق ساعتها. وانا حبيت احكي الحكايه دي عشان محمد زيكا مش فاكرين له غير الصوره دي، وفي ناس كتير ما تعرفش ان هو كان لعيب جامد، بس طبعا ما كانش عنده حظ. موسم 2010 2011 في انبي كان معاهم مهاجم اسمه احمد عبد الظاهر، كان هداف الدوري بالتساوي مع شيكابالا. في تاني موسم راح الاهلي لكنه ما قدمش المستوى المطلوب. وفي نفس الموسم كان في لعيب اسمه احمد شلويده مع المصري، كان مهاجم جامد قوي، هداف حريف، وكان دايما مع منتخب مصر، وكان جاب جونين، واحد في كوستاريكا والتاني في المغرب، لكن ما كانش عنده حظ بصراحه، ولف لفه في الدوري المصري وبعدين اعتزل. موسم 2013 2014 تحديدا في سموحه كان في لعيب اسمه احمد حمودي، كان لاعب حريف فشخ، وفي خلال 4 سنين مع سموحه لعب 68 ماتش جاب 17 جول وعمل 13 اسيست، وده اللي خلى نادي بازل يتعاقد معاه، لكنه ما شاركش كتير يعني، لعب حوالي 551 دقيقه جاب فيهم جول واحد. وفي تاني موسم بعتوه اعاره للزمالك، والزمالك خسر نهائي دوري ابطال افريقيا، فراح فريق اسمه الباطن في السعوديه، رجع مصر على الاهلي خسر نهائي دوري ابطال افريقيا، بعدها الاهلي راح بايعه البيراميدز، راح بيراميدز خسرت نهائي الكونفدراليه. بس بجد يعني حمودي من اللعيبه اللي بحبها على المستوى الشخصي، يعني لعيب حريف ومحترم، بس ما كانش له حظ بصراحه يعني. وفي نفس الموسم في اتحاد الشرطه كان معاه مهاجم اسمه خالد قمر، وكان تاني هدافين الدوري فرق جون واحد عن جون انطوي مهاجم الاسماعيلي.
وفي تاني موسم راح الزمالك لكنه ما لعبش اساسي، وده بسبب ان باسم مرسي كان متألق في الموسم ده. ما تخلص ده عيل بلد مش قادر يطلع، مش عايز ننزل. روح لموسم 2015 2016 كان في لعيب اسمه صلاح ليه، وكان نص ملعب جامد قوي بصراحه في نادي اتحاد الشرطه، وكان في انديه كتير طلبته لكنه اختار الزمالك. لكن بصراحه ما قدمش اي حاجه للزمالك، وما جابش غير جول واحد بس، وما لعبش كتير. وكان في حاجه كده طلع قال ان هم كانوا عاملين له سحر في النسكافيه باين ولا مش عارف ايه. وخلي بالك ده مش اول لعيب يقول حاجه زي كده. لو اتفرجت على الجزء الاول محمد مجدي المدافع اللي كان في المصري البورسعيدي قال لما كان في الزمالك ان في حد كان عامل له عمل، وان اللعيبه كانت بتعمل اعمال لبعض. موسم 2016 وادي دجله كان عامل معجزه ما قبل بيراميدز، كان متعاقد مع مالودا لاعب تشيلسي واليون السابق على سبيل الاعاره، وكان مقدم موسم يعني نوعا ما حلو. نفس الموسم في سموحه كان معاهم اسلام محارب كان عامل موسم جامد قوي ساعتها، وكان جاب جول في الاهلي وحاجه حلاوه بالقشطه يعني. تاني موسم الاهلي تعاقد معاه لكنه ما كانش بيشارك اساسي كتير، وحاليا هو في طلائع الجيش. نفس الموسم في الداخليه كان في لعيب اسمه محمد ماجد قنش، واحد من احرف اللعيبه اللي انت ممكن تشوفها. وفي تاني موسم راح المصري وتألق معاهم لمده نص موسم، لكن بسبب مشكله مع كابتن ابراهيم حسن ما لعبش تاني تقريبا مع المصري، وراح الانتاج الحربي، وبعدها راح الفيصلي الاردني، ولحد دلوقتي جمهور الفيصلي بيحبه وبيتابعه. في موسم 2016 2017 الاهلي كان متعاقد مع لعيب اسمه سليمان كوليبالي، وكان مادي اداء عالي فشخ. في 9 ماتشات جاب 6 جوال لكنه هرب. والله زي ما بقول لك كده هرب. اللعيب اللي جاي بقى ده من اغرب اللعيبه اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، رمضان ربيع، لعيب غزل المحله والنصر للتعدين وطنطا. هو ما طلعش لمده موسم واحد واختفى، بس 90% من اجواله عالميه، يعني تنافس على جائزه بوشكاش مستريح. ومش ببالغ والله العظيم، اللعيب ده ما كانش طبيعي في الحرفنه وطرق تسجيل الاهداف، وكان لازم اديله حقه بصراحه. يعني مش لازم يكون تألق لموسم واحد بس انت لازم كنت تشوف اجواله يعني، لان اللعيب ده بصراحه اندر ريت. موسم 2016 2017 كان طنطا لسه صاعده، كان معاهم حارس جامد قوي اسمه اسلام طارق، واللي بعدها راح الجونه، لكن فجاه لقيته اختفى، وما اعرفش ايه السبب اللي خلته ما يروحش فريق كبير بصراحه، مع احترامي لطنطا. موسم 2017 2018 وتحديدا في الاسيوطي بيراميدز حاليا اللي كان مدربهم علي ماهر، كان في لعيب حريف قوي اسمه محمد عنتر، وكان مقدم نص موسم ممتاز مع الاسيوطي، وده خلى الاهلي والزمالك يتخانقوا عليه، لكنه اختار انه يروح الزمالك لانه كان زملكاوي في الاصل. ولكن حرفيا مستواه اتغير 360 درجه. بعدها راح للمصري البورسعيدي، وبعده راح سيراميكا، وحاليا هو بيلعب في المقاولين العرب. في موسم 2018 2019 الزمالك اتعاقد مع ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي، كان لاعب حريف قوي، وزي ما احنا عارفين ان الزمالك بيحب اللعيبه الحريف، ودي حاجه على مدار التاريخ عامه، وكانت اهدافه حاسمه بشكل كبير فشخ. لكن بعدها مستواه قل، وحاليا هو بيلعب في غزل المحله. في موسم 2016 2017 في الداخليه كان في لاعب اسمه اسلام جابر، كان نجم الفريق ساعتها، كان لاعب جامد قوي، حريف سريع هداف، لكنه راح الزمالك. في الموسم اللي بعده ما قدمش اي حاجه مع الزمالك، وحاليا هو بيلعب مع سموحه. روح لموسم 2021 2022 مع زعيم الفلاحين غزل المحله، كان معاهم عبده يحيى اللي كان عامل موسم جامد قوي بصراحه، يعني كان جايب جول في الاهلي وجول في الزمالك. وفي نص الموسم اللي بعده راح اعاره للمصري لكنه رجع المحله تاني. الزمالك كان بعت مروان حمدي اعاره لسموحه، وفي 35 ماتش مروان حمدي جاب 15 جول وعمل 3 اسيستات، وكان تاني هداف الدوري المصري بعد زيزو. الموسم اللي بعده الزمالك قرر يبيعه للمصري ب 20 مليون جنيه، في حركه ذكيه من اداره الزمالك بصراحه، لان مروان حمدي في اول موسم مع المصري لعب 27 ماتش جاب 6 جوال بس، وعمل اسيست واحد، واتطرد كمان في ماتش. وفي تاني موسم عمل مشكله مع الجمهور، ففي يناير المصري باعه البيراميدز ب 25 مليون، في حركه ذكيه لمجلس اداره المصري برضه. وحاليا في موسم ونص مع بيراميدز جاب 6 جوال في 44 ماتش. نفس الموسم ده في سيراميكا كان في مهاجم اسمه شادي حسين، لعب 26 ماتش جاب 10 جوال وعمل اسيست. وفي تاني موسم الاهلي تعاقد معاه، ليه بصراحه مش عارف، يعني هو كان احمد ياسر ريان هداف الفريق ساعتها اصلا، فمش عارف الاهلي كان ايه سبب التعاقد مع شادي حسين. هو في 17 ماتش شادي حسين جاب جول واحد، وحاليا هو بيلعب. كده الفيديو يكون خلص. لو عجبك لايك وسبسكرايب وشير، ولو حابب نبقى اصحاب اعمل لي فولو على الانستجرام، وبس كده. يا رب دايما تكونوا بخير. السلام عليكم. ودي لسه قايلينها دلوقتي على الهوا. قول. الحارس الحمد لله يعني ده من كرم من عند ربنا. الحارس الوحيد في مصر في الدوري وفي افريقيا وفي الكاس اللي صاد 8 ضربات جزاء. طب قال لي معلومه جامده قوي. 8 ضربات جزاء السنه دي. مفيش جول عملها. مفيش جول عملها في العالم. في العالم. في العالم بعض. في العالم. مفيش جول في العالم صاد 8 ضربات جزاء في الفتره دي. في الفتره دي. اديني بقى تحكم بوسكا بنوير يعني بوسكا نوير يعني هو احلى من نوير بصراحه. عندنا احلى من نوير طبعا. نجيب فلوس كده احلى من نوير. انا راجل غلبان يا عم الحاج. رد عليه. 11 كلين شيت. جديده دي.
أرحب بالحارس الكبير جانلويجي بوفون وأسأله عن تصريحات الحارس المصري الكبير وحارس فريق المصري البورسعيدي أحمد بوسكا عن مانويل نوير. في الحقيقة أحمد بوسكا قد قام بموسم مثالي واستثنائي يحسد عليه، فقد صد 8 ركلات جزاء وأيضا كان له 17 كلين شيت. نرحب بالحارس مانويل نوير ونسأله عن رأيه في كلام الحارس جانلويجي بوفون عن موضوع أحمد بوسكا. أحمد بوسكا بالفعل هو ملك الحراس وقد تصدى للعدد الكبير من ركلات الجزاء هذا الموسم، والذي أبهر كل حراس العالم، و8 ركلات جزاء هو رقم قياسي. أنا شخصيا لم أستطع فعله، ولكن المنافسة قائمة وأرسل له تحياتي من هنا صديقي أحمد بوسكا.